مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. اليوم انا قاعده هلا في المكتب، وبشتغل على الكمبيوتر قدامي. بس بدي اروح اتحمم بعد ساعه ونص. فقلت زي ما حكيت انا المره اللي فاتت، عشان صبغت شعري كتير في الفتره الاخيره وبدي ارجع الصحه له، فراح اعمل ماسك المايونيز للشعر. جايبه هون بس عندي معلقتين كبار مايونيز بكفوا لشعري، اذا ما كفوا بروح بجيب كمان على صحن ورق هيك. وكل اللي بدنا اياه مايونيز طاقية حمام، هاي اللي استخدام واحد وبتنكب. فهدول انا بجيبهم كيس فيه 15 وحدة من والمارت بدولار واحد، 99 سنتس. كتير حلوين، دائما موجودين عندي. بدي اعمل ماسك، بدي اغطي لما اعمل هايلايتس، اغطي الشعر لمدة 40 دقيقة. يعني هدول دائما ما بيخلى البيت عندي منهم. واحيانا والله بستخدمهم انه مثلا بكون مقطعة نص بطيخة، بروح بغطي النص الثاني، بيمسك كتير منيح وبحطها في الثلاجة. فبيبي مشاركانا طبعا الفيديو كالعادة يعني، بس هو على مستواها هون انتوا شايفينها. ليش بعمل الهدف هون مش في الحمام؟ انا دائما لما بعمل ماسك ال المايونيز بعمله مش شرط في الحمام، لانه ما بوسخ. انا باخد شوي شوي صغيره بايدي وبستخدمه، يعني بحط كانه قاعده بحط كريم على شعري. هلا رح احطه معكم وافرجيكم. فما بوسخ، يعني ما تخافوا، مش انه قاعده في المكتب رح ابهدل المكان، لا بالعكس. بس بدي اجيب لي ملقط للشعر، بس عشان اقسم شعري واتاكد انه يعني غطيت الشعر كله. هلا المايونيز، هاي الطريقة من واحنا صغار في المدرسة، عن جد هاي الاشي الوحيد اللي كنا بنعمل من الماسكات لشعرنا فيه. ليش منيح؟ ليش حلو؟ لانه المايونيز اصلا بيتكون من زيت، بيض، وخل. فالزيت منيح لترطيب الشعر، البيض منيح لانه بروتين، والبروتين بتعرفوا الشعرة هي هيك شافت، والشعر المتقصف التعبان اللي هذا بيكون مقطع الشعر، يعني لو تشوفوها على مايكروسكوب بتكون مقطعة هيك. فالبروتين بيعبي كل التالف من الشعر وبخلي الشعر سميكة وحلوة، برجع فيها الحياة عن جد. والاخير الخل، اكيد الخل بيعطي لمعان للشعر وبينظف الشعر كتير منيح، وبخلص الشعر من كل المنتجات اللي بنستخدمها للترطيب واللي بنستخدمها لشعرنا على يعني على مدار الاسبوع كله. فاحلى ماسك تعملوه هو ماسك المايونيز. خليني اروح اجيب لي ملقط لشعري واجي اعمله معكم. جبت الملقط، بس حطيت روب قديم عندي، هذا بس بستخدمه اذا يعني ما بدي الاشي مثلا يبقى على بلوزتي، لان بلوزتي هاي حلوة بحبها، فهي للبيت بس حلوة كتير. ببدأ دايما بقسم الشعر من تحت، عشان ببدأ زي ما بصبغ شعري، كيف بصبغ شعري من تحت لفوق، نفس الشي ببدأ من هون وبطلع فوق وشوي شوي، وبتأكد انه هيك بدخله. يعني خدوا كمية صغيرة هالقد، حطوها على ايديكم التنتين. وانتوا يعني لما تشتغلوا اشتغلوا بنظافة، لا تبهدلوا الدنيا وتكبكبوا هون وهون. بس حطوا على جذور الشعر، ومهم انه يدخل. هلا يعني انا بتذكر واحنا صغار كانوا اخواني لما اعمل الماسك هذا يعني عن جد بيهربوا من البيت كله، فدخلوه هيك. ببدأ بركز على جذور الشعر، بعدين في الاخير بحط على الشعر كله. بس هلا لانه لما اقسم بدي اهم شي عندي الجذور، هي اللي تكون يعني عليها مايونيز منيح. شوفوا باخد شوي شوي هيك وبقسمها بين ايدي التنتين زي كأنه كريم، وباجي عند قريب هيك لفروة الراس بحطه بمسحه. بتأكد انه حطيت على كل الجذور
بقية الشعر هذا اللي من تحت، بعدين بنحط عليه كله، نتأكد انه يعني اجى على كل الشعر مايونيز. شايفين؟ هو ماسك كتير نظيف، ما بيبهدل، ما بيوسخ، مش مثل ماسك البيض والعسل اللي لما يكون الماسك هيك راني وسائل ويبهدل الدنيا كلها. لا، هو كأنه انت قاعدة بتحطي كريم تقيل على شعرك. حلو كتير ومغذي جدا للشعر. هلا انا ما بنصح تعملوه اكتر من مرة واحدة في الشهر، لانه بزيت يعني بخلي الشعر دهني. بس مرة واحدة في الشهر بيرجع للشعر حيويته، خصوصا اذا كنتوا يعني صابغين شعركم مثلي، وخصوصا اذا كنتوا تستخدموا يعني سشوارات اللي بملس الشعر، المشط الحراري، الاشياء هاي كلها. ف يعني وشعركم هيك من الحرارة والاجهزة هاي الحرارية بدأ يتروح منه اللمعة ويتعب يعني. مرة في الشهر حلو كتير 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 هذا الماسك. وبعدين لما تروحي تغسلي وتتحممي خلص الريحة هاي كلها اللي بتكون هيك مضايقاكي هلا كله بيروح هذا. لما قلت في الفيديو اللي قلت فيه انه راح ابدا اهتم في شعري الفترة هاي واعمل ماسكات وماسك المايونيز، في بنات في التعليقات قالوا لي بيعملوا ماسك زيت الزيتون. زيت الزيتون على الشعر كتير حلو. انا لاحظت في زيت الزيتون عملته كتير، لاحظت انه بغمق الشعر. فانا اللي ناسبني اكتر من زيت الزيتون حبيته اكتر اللي هو زيت جوز الهند. ما شفت انه غير لون شعري. زيت الزيتون حسيته انه كتير غمق الشعر. ما بعرف انا هل بتهيألي ولا حقيقي، مش عارفة والله. بس استخدمته مرة ولقيت شعري كتير غمق فبطلت بصراحة. فشايفين انا بس بحطه على الجذور بس هلأ في المرحلة هاي، وبتأكد انه يعني اجى على الجذور منيح. وليش على الجذور؟ لانه هلا لما مع الحرارة الشعرات بيتفتحوا، فبيبدوا يمتصوا كل المايونيز هذا جوا الشعرة وجوا الجذور الشعرة. والحرارة هاي في ناس بحطوا يعني بيقعدوا تحت السشوار هذا، بس لا انا بس بحط الكاب هذا، الشاور كاب، او اذا عندك اي كيس نايلون من اكياس الجروشري، يعني كيس نايلون واربطيه هيك على راسك. بس النايلون بيعمل حرارة مع حرارة فروة الراس، بيعمل حرارة وبيفتح بصيلات الشعر من هون، وبيفتح الشعرة نفسها. وكل هذا المايونيز بفايدته بالبروتين اللي فيه بيدخل جوا الشعر، والشعر بيمتصه كله وبيصير صحي، كأنك عن جد عاملة بروتين كيراتين. النتيجة مذهلة حقيقي يا بنات. وهو ماسك مايونيز وفي البيت يعني، وبأرخص الأسعار. شو الجار الكبير هذا ب$4 ولا إشي يعني. بس ما بعرف، في ناس ما بيحبوا الأشياء هاي، بيحبوا يروحوا يشتروا
products واشياء لازم يدفعوا فيها فلوس كتير عشان يحسوا انهم يعني عملوا اشي لشعرهم. يعني شايفين انا باجي كتير هيك بقسم وبحطه على الروتس الاخير، هاي هيك بجيبها لفوق وبحطه على الروتس. وبعدين هلا بما انه خلص جبت حطيت مايونيز وتأكدت انه اجى على الجذور كلها، ببدأ هلا شوفوا قد ايه استخدمت منه، تقريبا يعني نص الكمية، معلقتين كبار، معلقتين طعام كبار بيكونوا. بس اذا انتم شعركم اطول واكبر اكتر من شعري بدكم تستخدموا اكتر. بس هلا ببدأ عاد احطه على الشعر كله. هلا بغطي الشعر بالمايونيز تماما واتأكد انه يجي على الشعر كله. يعني راح استخدم بقية الكمية كلها اوزعها على الشعر من تحت. هلا بركز على الشعر من تحت. وبعدين والله يا بنات كمان، يعني هاي وصفة قديمة انا بحكي لكم، يعني هاي وصفة قبل اكتر من 30 سنة بصراحة. يعني احنا من ايام المدرسة، يعني بالضبط هاي الوصفة من يمكن 35 او 37 سنة. صدقوني بيطول الشعر بعد الماسكات هاي، بينعش الشعر، بحييه عن جد، وبيطول بسرعة وبيصير يعني. هلا لما تغسلي شعرك بعده وتسشوري، انا ما بسشور على طول، بغسل شعري وبلفه طاقية وهو مبلول، ولما ينشف اليوم الثاني ما بعرض شعري وهو مبلول للحرارة ابدا ابدا، لانه هذا دمار للشعر. لما تاني يوم يكون شعري نشف واوريدي الطاقية شالت كل التجاعيد اللي فيه، لانه شعري انا طبيعي كيرلي، فالطاقية بتفرد لي الشعر، تعمل يعني نص الشغل تبع السشوار. فلما تسشوري بتلاقيه يعني كثيف صحي حلو، بيبدأ يطول بسرعة. أنا كيف بعرف إنه شعري طول؟ بقيس بالغرات، لأنه بقص الغرات لحديت تحت الحاجب شوي صغيرة. هذا دايما يعني هاي للصيف هيك عشان بحب أبعدهم عن عيوني شوي. بس بيطول الغرات، بتطول بسرعة، الشعر كله بيطول بسرعة، الشعر بصير صحي وباونسي هيك، عنده تقله حلو. انا هلا غطيت شعري كله بالمايونيز، بس برضو بدي اخلص النتفة هاي اللي ضلت في الصحن، بدي احطها كلها على شعري. وهلا مع الحرارة لما تلفيه وتحطيه في الكاب مع الحرارة كله بيجي عليه المايونيز، يعني كله بيختلط بالمايونيز. هلا بدي ارفعه هيك فوق واحط فيه الملقط هذا، بس احاول انيم الملقط هيك على جنب عشان الطاقية هاي تقدر تيجي عليه منيح. وبدي احط الطاقية ورح استنى لمدة، حتى والله مش رح تقدر الطاقية، خليني اشيل الملقط هلا هيك، لانه ما بتيجي على. انا بدي مهم عندي انه الطاقية تغطيه هيك، تعمل كأنه تبدأ تفعل الحرارة من جوا وتسخن الشعر من جوا، عشان هون بيبدأ الشعر يستفيد ويشرب يتشرب المايونيز كله يعني. فخلي الطاقية هاي عليه هيك لمدة ساعة كاملة. أكتر من ساعة ما في مشكلة، خليه أكتر من ساعة إذا قادرة تخليه أكتر من ساعة، بس أنا بعد ساعة بدي أروح أتحمم، فبخليه ساعة كاملة وبروح بتحمم. غسلي شعرك عادي بالشامبو تبعك والبلسم ورطبيه عادي ولفيه طاقية وشوفي كيف أحلى ماسك عن جد. أنا خليني بفرجيكم بعدين النتيجة. صبايا الوقت متأخر هلأ ووقت نومي أكيد يعني، بس تحممت وخليت شعري لما نشف وسشورته، اطلعوا كيف النعومة، وعن جد يعني شوفوا غراتي، بدي بكرة الصبح لما أصحى من النوم بدي أظبطهم. بس شوفوا كيف لو نفسي إنكم تحسوا الملمس يعني معي،
مش معقول كيف ماسك المايونيز بيخلي الشعر طري 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 بشكل يعني هلأ متحممة ويعني المفروض بس بكرة بنفشه هيك، بس كأنه مزيت لسه من المايونيز. بس أنا بتذكر يعني من وأنا صغيرة ماسك المايونيز هذا بيعمل نتيجة رهيبة رهيبة رهيبة. شفتوا كيف عملتوا؟ سهل، اعملوه على القليلة على القليلة مرة في الشهر. الشعر حرير، زبدة 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 عن جد. يلا الله معكم، هذا كان فيديو اليوم، وكل أسرار الجمال تبعتنا موجودة في المطبخ على فكرة. يلا باي باي.